ديك مؤشر ان انت ممكن غرام الكهرباء تقسطها عشان تجيب فلوس؟ لا برضه لا 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 لا. ما انت طالب التقسيط اهو مع خالد بوطيب. معلش لا لا، موضوع كهرباء موضوع مختلف تماما. موضوع كهرباء احنا فترات زمنيه طويله مفيش حاجات انت في ايدك دلوقتي رقم ما تفرطش فيه ابدا يا فندم. ما هو الناس في ايديها نفس الموقف، الناس في ايديها ارقام. خالد بوطيب انت طالب تقسط، شيكابالا انت طالب تقسط. طب ما الدنيا ماشيه كده. احنا مجموعتنا يا استاذ مهيب واخده قرار، واعلن القرار ده كذا مره، مش اول مره. يعني انا مش هقول حاجه جديده دلوقتي، اظن اعلن والناس كلها عارفاه. قرار كهرباء ما فيش فيه اي نوع من انواع التهاون خالص. هو شو اعلامي اي حاجه عشان الاهلي، شو اعلامي عشان النادي الاهلي. شو اعلامي ايه يعني؟ ان احنا ده حق من حقوقك. انا عارف، ما انا عارف. لا يعني انا دلوقتي لما يكون حاجه في ايديا، بدل ما اجتهد بعد كل الفترات دي، بعد كل الشغل اللي اتعمل ده عشان توصل الغرامه ل 2,400,000 دولار، ابقى انا دلوقتي ابدا اقول اقسط وما اقسطش؟ لا 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 لا. انت يا استاذ مهيب اتفضل بس في حاجه يا باشا. طبعا احنا ضد تقسيط غرامه كهرباء او انها تدفع من غير الفوائد، لان كده الكهرباء مش هيدفع حاجه اساسا. فكره ان خالد غندور الزملكاوي، فانا لو الزمالك بيلعب في الكونفدراليه هتبقى اقوى من دوري الابطال، ولو الاهلي بيلعب في دوري الابطال فهنقلل من بطوله دوري الابطال ونخلي بطوله الدوري المصري اقوى، والكلام ده مش حقيقي. اقول لكم حاجه لذيذه قوي. الصديق العزيز والمحترم والاهلي خسره سيد عبد الحفيظ في 2013 طلع على الهواء مباشره قال لك الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال، لان كان ساعتها الاهلي بيلعب في الكونفدراليه، وساعتها كسب فريق انا مش فاكره لغايه دلوقتي، سيوه تقريبا، اسمه سيوه سبورت تقريبا، من ساحل العاج في النهائي في الدقيقه 96 بهدف لعماد متعب اتعمل من عرضيه لوليد سليمان، حاجه زي كده انا فاكر يعني. وساعتها طلع الكونفدراليه كانت اقوى بكتير. يا جماعه ما نقعدش نخش في جدل، قولا واحدا دوري الابطال اقوى. وعايز اقول لكم حاجه، لو حق ربنا بقى، انا بكلمكم كلاعب كوره سابق مش مقدم، الكونفدراليه السنه دي من اضعف البطولات اللي موجوده. ليه؟ لان الكونفدراليه اول مره الخسران من دور ال 32 في دوري الابطال لن ينتقل الى الكونفدراليه. يعني السنه دي عشان السنه فيها يعني استحقاقات كتيره، وكاس الامم وكاس عالم للانديه والسوبر ليج ودوري الابطال وكده، فقال لك لا خلاص، اللي هيخسر من دور 32 في دوري الابطال، يعني مثلا سان جورج خسر من الاهلي، خلاص خرج من البطوله. يا عبد الصمد، انت فينك يا جدع؟ كل ده وجع سيد عبيد مش لسه عامل لك خرم برضه.